يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا هلا وغلا فيكم أحبابنا المتابعين. نبدأ معكم بسم الله وبنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حي الله فيكم جميعا، سواء أحبابنا القدامى المتابعين أو المتابعين الجدد. حبيت في هالفيديو أنه أجمع بين فطورنا العربي المتعارف عليه في كل بيت عربي، وأكيد مش كل يوم راح يكون نفس الأطباق ولا في كل بيت راح يكون نفس الأطباق، لكن إحنا بشكل عام يعني هذا هو فطورنا العربي. والغداء طلعنا من الوطن العربي، رحنا على تركيا وعملنا أكلة تركية لذيذة جدا اللي هي البرغل باللحمة. واللي كان يتابع قيامة عثمان وقيامة أرطغرل أكيد راح يعرف هاي الطبخة، لأنه كانوا كثير يستعملوها في المسلسل. واسمحوا لي أنه أعلن عن قناتي الثانية كان يا مكان، زي ما قبل فترة وعدتكم أنه راح أخصص قناة خاصة بالقصص. الحمد لله من يومين نزلت أول فيديو، ومبارح كمان نزلت الفيديو الثاني. فياريت تدخلوا على هالقناة وتشتركوا فيها وتعلقوا وتعملوا مشاركات وتدلوا أحبابكم وقرايبكم على هالقناة، وإن شاء الله الله يكتب لي فيها الخير ويكتب لكم جميعا الخير في قنواتكم. وإن شاء الله راح أحط رابط قناتي الجديدة في أول تعليق مثبت حتى تقدروا تدخلوا على القناة من هذا الرابط. ويلا نبدأ في الفطور. أنا صراحة من عشاق الباذنجان المقلي، لكن الفترة الأخرانية صرت أحاول قدر الاستطاعة أخفف من فكرة القلي على الأكل، لأنه الزيت النباتي كثير بحذروا منه إنه له أضرار ومساوئ على الصحة بشكل عام. فحبيت أجرب الباذنجان المقلي زي ما أنتم شايفين هون، قطعته وبعدين دهنته في زيت زيتون على الجهتين، ورشيت عليه ملح ودخلته على الفرن. الفرن مش من تحت، أنا كنت مشغلة الشواية اللي بحمر عليها الحلويات والمعجنات، لأنه زي ما أنتم شايفين يعني رقيق كثير وما بتحمل، يعني ما بياخذ معنا وقت في التحمير، وبس قلبته على الجهتين. على بين ما جهز الباذنجان قليت البندورة. وطبعا احنا بنحب البندورة تكون كثير شطة، يعني هاي حسب رغبة كل واحد فيكم، يعني احنا حبيناها تكون كثير حارة. حركت البندورة وحطيت عليها ملحها وغطيتها ورجعت أتفقد الباذنجان. شايفين هون بعد ما قلبته على الجهتين ما شاء الله، يعني تقريبا خلال 10 دقائق مش أكثر كان جاهز، لأنه أنا كنت مشغل الفرن من قبل في 10 دقائق، فكان الفرن يعني تلقائيا ساخن وما أخذ معاي وقت. هون لما جهزت باقي الفطور كنت حاطة من كرات اللبنة والبندورة كانت جاهزة. باذنجان بعد ما طلعته من الفرن غطيته في كيس، وبس وقت ما جيت أحط الأكل رجعت قيمة الكيس حتى يظل قطع الباذنجان طرية. أما بالنسبة لهذا الصحن الصغير المتواضع، أطفالي هم صغار، أولادي هم صغار، كانوا لما أحط الزيت والزعتر على الأكل يعبوا الزعتر زيت وما يرضوا بعدين إنهم يأكلوا. فصرت إيش أخدعهم، شو أحكي لهم بدي أعمل لكم سلطة البندورة والزيت والزعتر. فكنت أجي أقطع حبة بندورة وأحطها فوقي الزعتر اللي معبى زيت، وأحط عليها شوية ملح وأخلطها. فأولادي حبوا الفكرة كثير، فحتى هسه الحمد لله بعد ما كبروا دائما بعملها لهم بحبوها وبطلبوها طلب أحيانا لما أنا ما أعملها. فالحمد لله رب العالمين، هذا من قبيل حفظ النعم. وكمان قليت بيض، وكان أبو أسامة رايح على السوق يجيب لنا خبز، فجاب معاه بقدونسية وجاب معاه عنب، وأبو أسامة بحب العنب مع الخبز، فقال لي حطي عنب على الفطور حتى آكل مع الخبز. والحمد لله رب العالمين هذا كان فطورنا. يعني كان فطور متواضع، لكن الحمد لله لمة وأجواء العيلة الحمد لله رب العالمين تعطي بهجة للفطور.
أما غدانا فأنا قلت لكم غدانا كان تركي. أول إشي قليت البصل مع شوية سمنة، وإذا كانت السمنة بلدية أكيد أحسن. قليت البصل لحد ما أخذ اللون الأشقر. بعدين نزلت عليه البرغل. البرغل طبعا سواء أسمر أبيض، المهم إنه يكون برغل خشن شوية زي ما أنتم شايفين. وأنا لأنه كنت بدي إياه يعني الأكل الرئيسية للغداء، فنزلت عليه كيلو برغل، قلبتهم مع السمنة والبصل. وكنت سالقة لحمة على جنب. هاي اللحمة زي ما انتم شايفين لحمة مقطعة قطع صغيرة، بيحكوا عنها راس العصفور. فانتوا حرين كمان اذا بدكم تكون قطعة كبيرة ما في اي مشكلة. لكن احنا لانه كنا نشوفها في قيامة عثمان تكون قطع اللحمة هيك صغيرة، فحبيت اعملها بنفس الطريقة. فنزلت اللحمة عليها، وبعدين نزلت معلقتين من معجون البندورة وحركتهم مع بعض. اللحمة لما سلقتها ما حطيت عليها إلا الماجي بس. فباقي المطيبات حطيت الآن. حطيت إيش؟ حطيت نص معلقة من العصفر، نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكاري، معلقة من الملح، لأنه زي ما قلت لكم اللحمة يعني أخذت ملحها من كيس الماجي اللي حطيته. بس أنا بدي كنت أملح البرغل. وبعدين حطيت عليه المي. المي بدها تكون مقدار كوب لكوب، يعني كوب من البرغل وكوب من المي، وغطيتهم. بعدين براقب المي، إذا احتجت بعدين أكثر بزود عليها شوي شوي. غطيتها في الأثناء هاي. وبدكم لما تيجوا تطفوا تحتيها إنها تكون المي لسه على الوجه. يعني أنا تقريبا تركتها ربع ساعة، بعدين كانت المي على الوجه زي هيك. طفيت تحتيها في المرحلة هاي، وخليتها تستوي على البخار وعلى دفا الطنجرة تقريبا. خليتها مكمورة لمدة ربع ساعة. كنت طافي تحتيها الغاز، بس خليتها زي ما قلت لكم على البخار تستوي حتى يطلع البرغل بنثر نثر. وفعلا الحمد لله النتيجة كانت مرضية وكثير خفيفة على المعدة. راح تشوفوا الآن هون زي ما قلت لكم غطيتها وتركتها تنكمر كمر، احنا بنحكي عنها اللي هي تستوي على البخار. وهون لما استوت شايفين ما شاء الله، يعني حبة البرغل كانت بتنثر نثر، وفي نفس الوقت كانت مستوية. والله أكلة لذيذة جدا وخفيفة كثير على المعدة، وأكيد صحية لأنه البرغل يعني بظل يعني ما في نشويات زي الموجود في الرز. فالحمد لله رب العالمين كثير انبسطوا أولادي عليها. وعلى فكرة إحنا صرنا نعملها من متابعتنا لمسلسل عثمان ومسلسل قيامة أرطغرل. لما كنا نشوفهم يعملوها بكثرة في هذا المسلسل، صرت أعملها لأولادي. أولادي كثير حبوا هالطبخة. قبل ما أخلص برجع بذكركم في قناتي، بتمنى إنكم تدخلوا عليها وتدعموها بالمشاركات والاشتراكات واللايكات والتعليقات، حتى إن شاء الله ترتفع بإذن الله تعالى، ثم بدعمكم. وخلص بنكون هيك خلصنا الفيديو. بنشوفكم إن شاء الله في المرات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.